الحمد لله. اللهم يسر. ما لك تؤفف يا محسن؟ اخي محسن، انت حر، قول اللي بغيتي، انت من الصح ديالك. خليني اولا كنعتذر منك انني الا حسيتي بغيت نقرب لشي حاجه خصوصيات ديالك، لكن هذه شهاده حق انني انا لا يمكن ان استعمل شي حاجه عندها علاقه بالخصوصيات ديالك انت باش انني نضرب بها شي واحد. لا، كانت واحد الحاجه مشتركه، لان الاخ خويا سعيد بارسا طلع الفيديو ديال سعيد ابرنوس وكيقول لي انت وياه بحال بحال، وهنا كيجبد الاسره ديالي، وانا كنت طلبت منه قبل، وانت كتعلم جيدا هذه المساله، انه ما يأول عليا ما نأول عليه، وانا وياه رحنا بحال كما كيقولوا بحال السمن مع العسل. انا ما عندي حتى شي مشكل مع سعيد بارسا، هو كيأول وانا كنأول والعكس صحيح. الامر فيه توضيح، ومن يدخلوا الناس ديال العقل انا الطراب ديال الرجال ديال الرجال، هذه نقطه، ورجع للسطر. تكلمتي ولن اتهم ايا كان، وهنا غنرجع مازال غنرجع لعند سعيد. انت انا ما تهمتكش، انا احمد لا ما تهمتكش انك درتي فيا التجاره. انا قلت وما غنفيهاش السي احمد سلطان، ما غنفيهاش. انا قلت بالحرف ان داخل الاقامه محمد هاني والمخابرات ديالهم يتحدثون على التجاره في البشر بالارقام، وما قلتش انا باللي انت خويا احمد انك ديتي فوق ظهري 10,000 اورو. كانت شي زله ولا كان شي تاويل العلم لي، لكن انا ما قلتش انت خديتي على ظهري 10,000 اورو. قلت كاينه هذه المساله ديال 3000 ديال 250. انا ما عرفتكش الا قلتي كنهضر على راسي. واش انا استمصرت في خويا محسن؟ وانا كنقول السلطات يجب اعتقال محمد هاني ومحسن للتحقيق في هذه المساله. حين يدخل محمد هاني يتعتقل للتحقيق، وانا مستعد نرفع يدي امام القسم ان سمعت هذا الكلام من داخل الاقامه، وانت الا بغيتي تنفيه هذاك شغلك، ولكن انا ما كنتهمكش انت درتي فيا التجاره نهائيا. هذه مساله خرج من هذا الباب هذا وما عندي به حتى شي علاقه. المساله الثانيه، انا عاود السؤال الثاني. انا ديتك بزز، لا انت لحيتي عليا، وانت السبب، لان انت السبب ليا انني نهبط للجزائر. انت كتعرف مزيان مواقفي انا من ذاك النظام، ما كتربطني به حتى شي علاقه، ولكن انا غنخليو هذا الشيء هذا لان كاين شي. واش تصنتي اللايف؟ تصنتي اللايف كامل؟ تصنت ليه كامل. هذا الشيء اللي غتقول انت راه قلته. لا صافي، خليني نرجع لواحد النقطه. المستر ابي كما سمعت انك كتهدد سعيد بارسا. انا نقول لكم كتهدد، كان سعيد كان احمد وحتى محمد هاني، راه عندي تسجيل انك كتهدد سعيد بارسا، ورغم ان عدو سعيد بارسا معايا تعادى معايا وردني عدو معاه وخوني. انا غنقولها لكم، انا نقدر ننسحب من التواصل الاجتماعي، سمعوا مزيان، انا غنقدر ننسحب من التيك توك ومن الفيسبوك، والله حتى نوقف قدام الباب ديال القنصليه ديال الجزائر في اقرب وقت، وغنفضحك محمد هاني بتصاورك انت ومستر عابي في هاد الايامات. خذها قنصليه برشلونه، والله وثم بالله تجرات لكم النفس انكم تجرؤوا انكم تخرجوا بالتهديدات. قسما بآيات الرحمن تنخرج بالتصاور كمحمد هاني ومستر ابي بوقفه احتجاجيه قدام القنصليه ديال برشلونه ديال الجزائر اللي طبعت لي فيها الفيزا. والله ما كاين شي ولد المراه ولداتو المراه يوقف محسن. هادي ديرها في بالك، وما غتبقاش عندي معركه مع ايا كان. خويا سعيد بارسا كنقولها له بالحرف، انا ما تهمتكش، انا اولت عليك لان انت اولتي عليا. انت ما عندك عليا دليل، انا ما عندي عليك دليل. انا اللي عندي وبيني وبينك قلته لك 7 مرات، وفي هذا الوقت كنقول لك اخويا سعيد انت ليس عدو ليا. الله يرحم لك بها الوالدين ويرحم لك الجدود ديالك. انا ما بيني وبينك غير الخير والاحسان. العدو ديالي هو محمد هاني وامين الشيفور، وزيد دابا مستر ابي اللي ما تجبدش وجاي كتصوني على احمد سلطان تهدو. نقلع لكم السراول قدام القنصليه ديال الجزائر في هاد السيمانه ان شاء الله، في هاد السيمانه هاني قدام القنصليه ديال الجزائر وبالترخيص من السلطات الاسبانيه، ونفرعكم فريع
ودابا ما تدوزوش عند حمد تهدوه، اجيو عندي انا وانت محمد هاني وهذاك غرطوط وهذاك الجزائري اللي كنتو طالعين في اللايف وكتقول ان سعيد بارسامي غيدخل غيتم الاعتقال ديالو. محمد هاني يقول تم الاعتقال وواحد كيقول له غنقطعو قطع. انا غنقول لكم هضره قسما بالرب المعبود وبآيات الرحمن واؤكدها وقسما بالله يا محمد هاني يا حتى نحيد لكم السراول قدام القنصليه. الا ما قدر يجاوبكم حد انا والله ما يردني ولد المراه. ولكن حذاري وثم حذاري ان شي ولد المراه فيكم من يبغي يصرح هنا في التيك توك يعرف شنو كيقول ومن يبغي يهز التليفون يتعلم كيفاش يهضر. وخذوها من عندي انا ميساج، ما كاينش شي ولد المراه يقدر يوقف محسن على شي معركه في شي حاجه الا مع الرجال. نقطة. ورجع للسطر. خويا أحمد أنا واضح معك، أنا لا أنفي أي كلمة ما وقع مع النظام الجزائري. أنا سمعت بودني أخي أحمد، سمعت بودني، لكن أنا ما قلتش أنت درتي فيا التجارة ولا بعتي فيا ولا شريتي ولا أنا شديت ولا أنت شديتي. أنا كنتكلم على فلوس دارت بلسان محمد هاني وتكلم عليها محمد هاني وتكلم عليها مستر ابي وتكلم عليها سميتو هذاك الرئيس الاول اللي تقدم راسو قناه الجزائر الدوليه يتحدث على الفلوس. وإلا كانوا رجال يفتحوا عليا تحقيق هاني كاين وجديد. انا كنقول لكم فتحوا تحقيق، فتحوا تحقيق ورفع شكايه. انا محسن كنتهمكم، رفعوا بيا شكايه صافي. اما انا مع خوتي راه ما كنهاجم لا جمهوريين لا حراكيين لا مناضلين. خلاف بيني وبين الاخ سعيد انا كنقول له يدي فوق راسي، ما عندي معاك حتى شي حاجه، ما كنتهمك ما والو. انت اولتيني، انت اولتي كلامي، انا اولت كلامك. نقطه خويا سعيد. وكنقول لك بيني وبينك الله عز وجل. اما انا ما عندي معاك والو خويا سعيد، راه كنقولها وكنأكدها لك. نقدر نرد عليك في حاله غضب، نقدر نخرجوا انا وياك في شي حوايج ماشي هما ديك، ولكن ما عمر طريقي غتقيس طريقك ولا طريقك غتقيس طريقي. ولكن انت ربما شي حوايج ما كتعرفهمش. اليوم ها هو توصل بهم احمد، ها احمد كيتهدد، وهاد المسائل هادو خصنا نضربوا لهم الحساب. وربما انا درت اغلاط اللي ربما كنت انت سبب فيهم وانت غلطتي وانا غلطت، غادي نجروا فيها ناس اخرين اللي ما عندنا ما نديروا بهذا الصداع وما عندنا ما نديروا بهذه المشاكل وما عندنا ما نديروا بالتخربيق الخاوي. هادو ولاد العسكر، هادو ولاد الكبرانات، هادو ضحكوا علينا ولعبوا بينا وردونا براهش. حنا غنلعبوا بهم ونبرهشوهم ونوريوهم للعالم انهم ماشي مخابرات الا انهم بوزبال ديال الشطاره، داك اللي كيضرب السيليسيون في الجوطيات احسن منهم. هادي خذها طانقه مستر ابي محمد هاني وغرطه اللي قبيله طالعين في اللايف وكتهدوا في سعيد بارسا ونزيدكم وكتهدوا دابا احمد سلطان. اجيو عندي انا احمد خليوه وسعيد خليوه وخليو كل شيء. انا ولد النكس ما عندي حتى واحد، انا غير بوحدي. حتى ولادي غنخليهم. انا معاكم في الحرب، عريكم ولا عريوني. نقطه. رجع للسطر. بغيت تدخلوا في هذه المعركه وتزيدوا تشعلوها، غنشعلها معاكم حتى لاخر لحظه والله لا على حساب حياتي. وانا كنقول لك اخويا محمد هاني كان وعدك وعد شرف ديال الفحلين كما كتقول انت في اللايف في الاوديو. والله تنخرج قدام القنصليه ديال الجزائر د برشلونه ونعلق تصاورك ونوقف تم ياك جبتيها قدام الاداره والعالم كامل يعرف. وانا قريب ان شاء الله نزيد نخرج في قناه ديال بي في 3 ديال برشلونه ونزيد نسمر لكم بالمعقول وبالادله. وانا معكم وانتم معايا. وتحيه وكنعتذر منك اخويا احمد. وشوف عادي عادي. انا كمل خويا محسن. انا المهم انا ما عندي ما نقول. انا قلت احمد انا ما كنتهمكش. انا ما المهم الموضوع وما فيه هذاك الشيء اللي سمعته بودني راه ما كنفيهش اخويا احمد. كاينش اللي غينفيه عليا. وانت عارف ان لا تدخل اي جهه معنيه على الخط هاد المسائل لا انت ولا انا ما غينفيوهم ما يتعلق وما دار في ذاك المكان. اما انت درتي فيا التجاره ولا شديتي على ظهري شي ريال، ما شديتي عليا، ما ديتي، ما هضرتي، ما انا انت زرفتيني اوكي. انت هادشي قلت اخويا محسن، هادشي قلت. نقطه. رجع للسطر. واخاي احمد انا اللي طلبتي مني شي حاجه انا مستعد ليها. وانا الطرف ديال الرجال ديال ولاد الناس والتواصل الاجتماعي انا قلتها وعد، قلتها لمراد، قلتها لمجموعه ديال الاخوان اتصلوا بيا قلت لهم انا التيك توك نمسحو
ماشي حين كنهازم ولا لا نمسحو، لانني راجل وعرفت انني شنو كنرتكب، شنو الاشياء اللي كنديرها. انا كنطلب منك ما تمسحوش. انا ما كنأذي حتى شي واحد، اخي ولكن محسن، اي محسن ولكن اسمع عندي. شوف انا قسما بالله ما كنعرف شي حاجه سميتها الحقد، كنحقد. شوف انا كنقول لك والله اعلى واعلم، كيبقى خيار ديالك. انا قلت لك ما تمسح لا تيك توك ولا. انا غلي عندي طلب واحد، انا قلته على المباشر وصفتك عندك الاخوان ديالي وهضروا معاك راه التليفون والله مسكت النهار كامل، راه من هذا لهذا من هذا لهذا. الطلب عندي واحد. شوف هو حنا كاين جوج باش نتواضحوا، كاين 2600 واحد كيسمع. خاي محسن اي خطوه باش نتواضحوا، اي خطوه ديرها خاي محسن كما كانت، واخا ضد الطرح ديالي واخا في الطرح الاخر، انا كنقول لك ما عليا غير نقول لك الله يكمل بخير. وفين ما بغيتي تحط وفين ما بغيتي تمشي، انا طلع عندي طلب حدا الناس يعني فيما يتعلق خذ الناس اللي جمعتنا قضيه نساهم باش ما تدخلش معاهم في الصراع. اما هذا النظام العسكري وخاي محسن، وانا قلت لك علاش غتفتح، علاش غتفتح تيك توك وفتح التيك توك، فتحت في صفحه اخرى، فتح الفيس واضرب مع راسك حتى تعيا. انا ماشي شيات، انا بالعكس. انا قلت لك في هذا الموقف انت راك مظلوم، انا قسما بالله الا معك قلبا وقالبا وما نتخلاش عليك. انا كنقولها لك يتخلى عليك العالم كله وما نتخلاش عليك، لان انا كنت سبب ديالك وانا صرحت بها وباقي كنصرح بها، انا هو السبب. ولكن اللي بغيت هو ما تعطيش الفرصه حتى لشي ولد المخزن باش يضربنا. نقطه الى السطر، هذا هو الموقف اللي عندي اللي انا ضدك فيه. وانا شوف وناقشت سعيد على هذه النقطه، قلت له خليه ونفس الكلام. انا غير نطلعو، ما بغيتش نطلعكم في دقه، انا نطلعو. قال لي يضرب في النظام العسكري حتى يشبع، انا والله ما نتعرض ليه. ضرب مع راسك. هي حنا اللي كتجي جمعتنا الملحه، كيجمعنا القضيه، جمعنا الريف، جمعنا بغينا هو التيك توك كامل. خوتنا نسيناهم في السجون، القضيه ديالنا نسيناها. راه اليوم راه شد ما شد، ولينا هبين البلاد، واللي سارقين الثروات راهم هنا في ماربيه، راهم في تكساس، راهم في باريس، راهم في امستردام، راهم عايشين بفلوس ديال الشعب. وحنا مقابليننا راه شد ما شد، بغاو زعما يبينوا يضربوه. هذا هي الرمزيه ديال المعارضه، باغيين يضربوها. هذا هو الطلب ديالي، ماشي امر، طلب، وكيبقى حريه ديالك. لا انا اكدتها وكنزيد ناكدها. انا قلت لك بالنسبه لهذه النقطه كندير عليها قوس ديال انك درتي فيها التجاره. انا ما درتيش فيها التجاره اخي، ما بعتيش فيا وشريتي. ولكن حين اتكلم على الفلوس وكنتكلم على الصفقه وكنتكلم على الفلوس ديال الجزائر، كنتكلم وانا عارف شنو كنقول وانت عارف هذا الشيء. النظام الجزائري تحدثنا في طابله وحده حينما لقينا راسنا داخل هذا الجهاز، سمعنا بودنينا باش كيتخلصوا الناس، وسمعنا بودنينا باش غتنظموا المسيرات، وسمعنا بودنينا بشحال ديال المسائل اللي هي واضحه وانا ما نقدرش ننفيها. لان علاش؟ لان حتى امام القضاء ما غاديش ننفيها، حتى امام القضاء ما غاديش ننفيها. ولكن ما يتعلق بانك درتي فيا التجاره، ان ما يمكنش يا احمد انني نقول احمد دار فيا تجاره. ولكن هما قالوها حرفيا ان كيديروا التجاره، كيجيب لهم بنادم يديو فوق منه 10,000 و 20,000 الاورو. وهذه محمد هاني سمعتها من ودنه في الصاله، من فمه في الصاله لودني. نقطه ارجع للسطر يمشي. انا كنقول لهم ديروا مجهود، ياك نتوما دوله، رفعوا ديروا 10 المحامين. انا سمعت، انا نمشي معاكم امام فين ما بغيتوا، واللي محتفظين به كاوراق هذاك الشيء غنطلقوا، ماشي زعما كنتراجع عليه. كل مره نطلق لكم حاجه، ولكن هذه المره ميخرج مستر ابي ومحمد هاني وغرطه بالتهديدات ديالهم. لان محمد هاني هدد في واحد اللايف، كيهدد في سعيد،
واغرتا كيهدد، وواحد قال له نذبحو كاع ولا نقطعو، وسميتو، وانت يعيط لك مستر ابي يقول لك نجلسوك على القرعه، كنقول لهم انا ماشي حمد وماشي سعيد، محسن حرفيا غيخرج لكم قدام القنصليه في هذه الايامات. ما دابا ما غيبقاش التواصل الاجتماعي، غنخرج قدام القنصليه وغنفضحكم فضيح، ولنا لقاء. كونوا رجال وخرجوش عندكم. خويا احمد الله يعاونك، وكنعتذر من الجميع وربي يحفظك. بالعكس، ربي يحفظك خاي محسن.